هل تتذكر كيف كان الصيف في طفولتك يبدو وكأنه دهر، والآن السنة بأكملها تمر كلمح البصر؟ ما السر؟ النظرية الأولى نظرية الروتين. عندما كنت طفلا كل شيء كان جديدا ومثيرا، أول يوم مدرسة، أول رحلة، أول صديق. دماغك كان يسجل كل تفصيل صغير. الآن كشخص بالغ أغلب أيامك متشابهة: استيقظ، عمل، عشاء، نوم. دماغك يقول لقد رأيت هذا من قبل، فيقوم بضغط الذكريات المتشابهة معا، والنتيجة تشعر بأن الأسبوع والشهر والسنة مروا بسرعة. النظرية الثانية نظرية النسبة والتناسب. عندما كان عمرك 5 سنوات السنة الواحدة كانت تمثل 20% من كل حياتك، نسبة ضخمة جدا. لكن عندما يصبح عمرك 40 سنة السنة الواحدة هي مجرد 2.5% من حياتك، نسبة صغيرة. فتشعر بأنها تمر أسرع. نصيحة لتشعر بالوقت: اكسر الروتين. جرب شيئا جديدا كل أسبوع، طريق مختلف للعمل، وجبة جديدة، زيارة مكان لم تره من قبل. التجارب الجديدة تجبر دماغك على تسجيل المزيد من الذكريات، فيبدو الزمن أطول وأكثر ثراء. إذن الزمن لا يتغير، بل إدراك دماغنا له هو الذي يتغير. ما